بسم الله الرحمن الرحيم. ذا الدرس الثاني، بس احنا ننتظر طبعا يخش على القلعة. بنجرب الحين طريقة الهجوم. طريقة سهلة ان شاء الله، ما راح تاخذ منك وقت. بنخش اول شيء على قلعتك، اي واحد يخش على القلعة. طبعا تروح اول شيء تجي هنا يا طويل العمر، تخش على تروح. طبعا انا عندي مزارع، فانا بجربها في المزرعة عندي، عرفت علي؟ تضغط هنا تجسس، عشان عندنا احنا حماية بيننا وبين بعض، عادي مش مشكلة. سوي تجسس سريع، سوي تجسس سريع، نعرف عفوا نعرف كم عنده، كم تقدر تسويها. طبعا طلعت لنا التجسس هنا. تيجي هنا طويل العمر، هذه التقارير اللي عندك، عنده 20,299، وعنده شوية فخاخ مش مشكلة، وعنده شوية موارد. احنا مش مهم، اهم شيء عندنا اللي هو هذا الرقم، القوات المتمركزة. في شيء اسمه قوات التعزيز، طبعا ما هذه عشانها مزرعة، فما حطيت تعزيز. انا ان شاء الله بنعلمكم على التعزيز. في ناس يعززون غلط، كيف يعني؟ معنى شباب كيف تفرمه، عرفت علي؟ مع التعزيز حقه. طبعا ارجع انا الدفاع الاول، انا كنت راس الدفاعات لاخوياي. طبعا هذا الفيديو اهداء لتحالف العاصفة في سيرفر 18، وتحالف النخبة في سيرفر 11، والاخوي لويون واخوي تايجر يستاهلون. طبعا ترجع القوات حقتي الحين، شوي يكون في ضعف في النت. المهم تيجي يا طويل العمر، تخش هنا، تضغط على اول شيء علمناكم اياه في الفيديو الاول. اذا هجمت بالطريقة هذه، عرفت علي، في خسارة كبيرة عندك في النقاط، اللي هو اذا هجمت بهذا العدد، خسارة كبيرة في النقاط. فانا بجرب في، نطلع هذه فوق كذا، بجرب في الطريقة هذه. طبعا انا ما فعلت المهارات لا الدفاع ولا الهجوم، لان قاعد اهجم على مزرعة، فاكيد طبعا تفرق معنا. تأكد بس ان كل شيء اوكي، بعدين اضغط على موافق هجوم. اذا عندك تسريعات، في ناس عندهم تسريعات، على حسب التسريعات اللي عندك. انا اضغط على التسريعات، عرفت علي؟ الحين بيشترك في الهجوم، اضغط على السيفين ذول، انتظر يا طول العمر. شوف هنا فوق في عداد 7 8، على حسب المزرعة. ممكن تسحب، تضغط على السحب وتسحب، بس عشان شو اسمه، انا يعني قواتي اقوى فما سحبت. نخش هنا، نشوف عدد النقاط. شوف عندك هنا 12,300 وشوي، والخسارة عنده هو يا طويل العمر 35,000. هذه في حالة الهجمة العادية. الهجمة العادية اللي احنا بدون ما نضغط على السحب، لازم يكون عندك ذهب، عشان لما تيجي تسحب لازم يكون عندك ذهب. كذا يا طويل العمر عندك أقل خسارة اللي هي 1400. عرفت؟ أنت ما خسر منك شيء، هو اللي خسر منه. عدد القتل، عدد الجرحى عندك أقل. شوف 143، هو الجرحى عندك كم؟ 10,000
و100 وشوي، واللي ناجين 10,000. الحين احنا بنسوي الهجمة الثانية عشان هو عنده باقي قوات. نيجي يا طويل العمر نخش، وين راحت؟ ايوه، نخش هنا مرة ثانية ونضغط على القلعة اللي تبي تهجم عليها، على رقم 1. انا مخزن شو اسمه، ودايركت يجون عشرات، لان انا في منهم مطلع منهم واجد على العدد. بس يعني في عندك هنا المباراة 26 اطلع برضو زيادة عليهم، واسوي موافق واهجم مرة ثانية. هذا لتأكيد الهجوم. واخش طريقة السحب الحين بعلمكم عليها. طبعا اشتركت القوات، انتظر انتظر انتظر، اسحب. سحبت الجيش حقي. الحين يقول لك فشل الهجوم. خله يفشل الهجوم، مش مشكلة عندك. ايش المشكلة؟ خله يفشل الهجوم. طبعا قبل شوي كان 12,000، الحين عندي 3,000. شوف الجرحى، شوف الخسارة عندي أقل شيء. شوف الجرحى، شوف الخسارة عنده. طبعا هذه زي ما تقول شوي سويناها في مزرعة. بعد شوي بنسويها، بتفق مع واحد من أخويانا وبسويها. شوف هذا أقل خسارة. طبعا لو بشوف إن عندي مثلا تقارير قديمة احنا سويناها مثلا، معليش عشان انا هاجم بالمزرعة على المزرعة اليوم. في مثلا زي هذا التقرير. شوف يا طويل العمر، هذا طبعا كان في سيرفر 18. هذه عندها شوف الخسارة حقتي انا 11,600 وشوي. طيب طبعا مفعل مهارة الانقاذ برضو، هذه تساعدك برضو. وعندك هي خسرانة في النقاط. طبعا عندك هنا فوق مكتوب فشل الهجوم. خليه يفشل الهجوم، مش مشكلة. انت اللي فايز في الاخير، انت اللي فايز وانت اللي تجمع نقاط. شوف يا طويل العمر، الخسارة عندها هنا 2000 وشوي، وهنا 1000 وشوي على حسب، وهنا عندها 4000، وهنا 3000 وشوي. فأنت يا طويل العمر أنت الربحان في التقرير. هنا لو تيجي للتقرير شوف مكتوب هنا تم سحب القوات مقدما. أظن أنه وصلت لكم. شوف الخسارة عندي أنا 900. إيش يعني 900؟ ولا شيء. فأنت هذا تقرير قديم حق لما كنا في سيرفر 18. إن شاء الله تكون وافية لكم. هذا إهداء طبعا للتحالف ذا، ما قصروا. الزعيم لين ما يقصرون، جزاهم الله خير. وهذا إهداء لهم.